تعالوا شوفوا معي هالطبق اللذيذ هاد. ريحة البهارات عندي بالبيت اليوم واصلة لآخر الحارة. تفضلوا مع بعض لنشوف التفاصيل كاملة لهالصنف اللي بياخد العقل كيف بينعمل. فورا حنفوت على الوصفة ونبلش تحضير فيها. عندي كيلو من صدورة الدجاج، طبعا الكمية هي عم استخدمها لبيتي. انتوا قديش كمية الدجاج عندكم نفس البهارات بالضبط رح تستخدموها. رح اخد فوقيهم نص ليمونة، وبعد هيك رح اخد كاسة كاملة من اللبن. نحن هون عم نحكي عن اللبن الزبادي، اللبن العادي. عندي هون معلقتين صغار من بهارات المسالة. رح تلاقوا تطبيقة بهارات المسالة موجودة بوصف الفيديو. إذا كنتوا عم تحضروا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك رح تلاقوها بالتعليقات. ملح وفلفل رح آخذ حسب الرغبة. هلأ عندي معلقة صغيرة كمان من الكمون، وعندي هون شي 10 كباش من القرنفل. وهلا بدي اخذ فوقيهم سنين من الثوم وشقفة زنجبيل، بدي اهرسهم ونزلهم فوق الخليط. طبعا الزنجبيل انا هون عم بهرسه هرس، بدي السوائل اللي بقلبه. وهلا مثل العادة دعكة ماكنة قبل ما نكمل شغلنا فيهم. طبعا بس بلشتوا دعك حتبلش ريحة بهارات المسالة تطلع، وحتاخدوا الريحة اللي بيشتهيها قلبكم منها. عادة المسالة وقت تنعمل تنترك قبل ب 48 ساعة بهذا الصوص لحتى ياخدوا النكهة صح. ولكن انتو اذا مستعجلين شوي اعملوا هي التبلة من قبل بنهار وبتستخدموها تاني نهار ورح تاخدوا النكهة كمان صح. وقت بدنا نبلش بقلي الدجاج رح نحتاج شوية زيت، وبعد هيك رح نبلش ننزل قطع الدجاج بقلب الطنجرة. الطنجرة بدنا اياها مو بالمقلاية لانه رح نرجع نشتغل الصوص فيها بعد شوي. طبعا دجاج المسالة بإمكانكم تشتغلوه نفس الطريقة اللي عم نشتغلها، بإمكانكم تشووه بالفرن كمان شغال معكم لهي الوصفة. أنا هلا رح شيل قطع الدجاج اللي استوت لبين ما أكمل شوي الدجاج، برجع لكم وخبركم بالتفاصيل اللي بدنا إياها للصوص تبع المسالة. اوعكم تفكروا للحظة وحدة أنكم بس تخلصوا قلي الدجاج تجلوا الطنجرة، اتركوها بحالها يا جماعة، النكهة من هون رح تيجي. وبعد هيك بتحطوا فيها معلقتين 3 من الزيت، مو أكتر من هيك. وهلا اللي بدنا نعمله بدنا ننزل حبة بصل كاملة مفرومة فرمة ناعمة فوقيهم وبدنا ندبلها. بعد ما دبلت البصلة عندي رح نزل 3 اسنان توم مهروسين فوقيهم وقلبهم ارجع مع بعض. بس بلشت الروايح الجميلة تبع التوم والبصل تطلع رح ننزل برشة ملح طبعا حسب الرغبة، فلفل حسب الرغبة، معلقة من البابريكا، هون معلقة كبيرة أنا مستخدم حاطط نص مدخن ونص عادي، معلقة كبيرة من الكمون، بالإضافة لمعلقة كبيرة من بهارات المسالة. وهلأ مع بعض بدي حركهم قبل ما انزل بالبندورة فوقيهم. هلأ بعد ما حمصت البهارات شوي هون ضارب حبتين من البندورة رح نزلهم فوقيهم، ورح بلش سبك البندورة على الغاز مع البهارات. وهلأ بعد ما تسبك الصوص عندي رح انزل تقريبا بنص كاسة مي، وهلا بتركهم لحتى يغلوا قبل ما انزل قطع الدجاج. بيقولوا انه اصول المسالة بس تسبك الصوص تبع البندورة ننزل بالكريمة واخر شيء بننزل بالدجاج. ولكن بعد اكثر من تجربة اللي عم لاقي اطيب والذ وحتى كشكل احلى انه ننزل بالدجاج بهي المرحلة فوق الصوص تبع المسالة، واخر شيء ننزل بالكريمة. وبناء عليه رح اشتغل اليوم انا. هلا الصوص صار عندي جاهز ورح انزل بقطع الدجاج فوقيه. طبعا الريحة بكل معنى الكلمة خرافية فوق ما تتخيلوا. الريحة معبية الحارة والريحة بتاخد العقل. هلا بنعمل لهم تحريكة مع بعض لحتى نضمن انه الدجاج كله يشرب من الصوص. هلا رح ننزل ب 300 ملي من الكريمة المخصصة للطبخ. بعد ما ننزل الكريمة رح نتركهم على الغاز تقريبا شغلة دقيقتين مو اكتر من هيك، وبعد هيك بتكون صارت المسالة عنا جاهزة. وهلأ صارت المسالة عنا جاهزة، خلونا نسكب لنشوف نتائج شغلنا لليوم. الريحة واصلة لآخر الحارة بمعنى الكلمة. وقت التقديم بس هيك رشة خفيفة من الكريمة وبيكون طبقنا هيك صار جاهز. حرفيا يا جماعة هذا الطبق بياخد العقل. بتمنى منكم تجربوه وتعطوني رأيكم فيه، وصحتين وألف هنا. سلام.